صباحك مليان بالخير والنعمة والبركة. في مزمور 68 عدد 28: قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله الذي فعلته لنا. استقبل معايا كده إن الرب قد أمر بعزك. أنا عارف وأنا بتكلم مع كل واحد. يمكن تكون حالتك تعبانة، يمكن تكون مش قادر تقوم ولا قادر تصلي، عليك ضغوط رهيبة جدا، نفسيتك مكسورة منحني. بس استقبل معايا في هذا الصباح: قد أمر إلهك بعزك. إلهك أمر بعزك، انتي، والرب هيأيد اللي فعله وقاله عنك. استقبل واعلن الكلمات دي. وبيقولك في أشعياء 52: استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. يلا استيقظ، فوق، البسي عزك في اسم الرب يسوع اللي أمره ليكي وليك. البسي ثياب جمالك، بيمسح دموعك، بيشددك، بيعضدك، وبيقولك الوقت اللي جاي ما تخافش، مش هيدخل في مدينتك، في حياتك، في نفسيتك لأغلف ولا نجس. كل اللي سبب ليك تعب النهاردة لا يستطيع أن يدخل في اسم الرب يسوع في أجواءك، لأنه قد أمر إلهك بعزك. هللويا. يلا كده اعلن وتحرك بقوة وبجراءة زي دبورة وقول: دوسي يا نفسي بعز. العز اللي أمره إلهي بيه ليا. بستيقظ، بقوم، بنتفض، بعلن وبستقبل في اسم الرب يسوع. يوم مختلف، أجواء مختلفة، نقلات لأزمنة ممتلئ فيها جدا من الرب في اسم الرب يسوع. أيوة، في أمور اتغيرت في داخلي، في معاملات عظيمة الرب عملها جوايا، بستقبلها وبعلنها. لأنه في ميخا أصحاح 4 وعدد 13 بتقول كلمة الله: قومي ودوسي يا ابنة صهيون. ليه؟ لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا. كل نفسية مكسورة اتغيرت، كل مناطق وأماكن للقوة في حياتك كانت منهكة الوقت اللي فات، الرب بيقول غيرتها النهاردة، أجعل قرنك حديدا. أيوة يا رب، قد أمرت بعزي. بستيقظ في هذا الصباح وأعلن وألبس العز والبهاء اللي انت جهزته ليا في اسم يسوع، وأدوس بقوة وبعز لأنك أمرت بيه. وأنت جعلت قرني حديدا. بستقبل وبعلن في قوة في أعماقي. الرب السيد قوتي. هللويا. يلا اعلن معايا واستقبل في اسم الرب يسوع. يومكم مبارك.